مرحبا بكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، نشرة موجزة لأهم الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. الكتائب الإسلامية تحاصر عفرين. ليلى زانا تؤدي القسم بالكردية مجددا في البرلمان التركي. طائرتان فرنسيتان منطلقتان من أمريكا تحولان مسارهما لأسباب أمنية. مراسلون بلا حدود تمنح جائزة العام لصحيفة سورية. مرحبا بكم وإليكم التفاصيل. أعادت الكتائب الإسلامية في إعزاز فرض الحصار على مدينة عفرين وريفها من جديد في خطوة تصعيدية وسط إغلاق طريق أطما ريف جندريس منذ السنة الماضية. وبحسب مصادر محلية فإن الكتائب الإسلامية كجبهة النصرة وحركة أحرار الشام تفرضان حصارا على عفرين وتمنعان دخول المواد إليها، ويأتي هذا الحصار على خلفية التوتر الذي شهدته المنطقة مؤخرا بين وحدات حماية الشعب في الشيخ مقصود وعفرين وتلك الفصائل، كما تقوم حواجز تلك الفصائل على طريق حلب عفرين باحتجاز المدنيين الكرد على الهوية، حيث لا يزال العشرات من المدنيين الكرد محتجزين إلى الآن. أعلنت مجموعة من الفصائل المسلحة في ريف حلب وإدلب توحدها وانضمامها للعمل تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وجاء هذا الإعلان بحسب تلك الفصائل بسبب التطورات الأخيرة على الساحة السورية وتمدد الإرهاب وارتكابه المجازر بحق الشعب السوري. هذا وتتكون هذه المجموعة من 15 تفصيلا مقاتلا في ريف حلب وإدلب، وأوضحت تلك الفصائل بأنها ستحارب في محوري حلب وإدلب. بعد 15 سنة ليلى زانا تعود إلى البرلمان التركي وتؤدي القسم باللغة الكردية مجددا، حيث حرصت الناشطة الكردية ليلى زانا على التكلم بلغتها الأم خلال أداء اليمين القانوني لشغل مقعدها البرلماني التركي، رغم أن الخطوة نفسها كانت قد تسببت بسجنها قبل أكثر من 3 عقود. وفي مراسم أداء اليمين بدأت المرشحة لجائزة نوبل للسلام التي فازت بمقعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع نوفمبر الجاري قسمها بقول مع أمل سلام مشرف ودائم بالكردية. وختمت الناشطة القسم بالقول لشعب تركيا عوضا عن الشعب التركي، في حين أكد ممثل من مكتبها أنها كانت تهدف من وراء هذه الخطوة إلى زيادة الوعي بالصراع المتجدد بين أنقرة والكرد. وحكم على زانا بالحبس 15 عاما أمضت منها 10 سنوات في السجن، وذلك بعد أن تحدثت باللغة الكردية في البرلمان عام 1991. أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن طائرتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية الفرنسية كانتا متوجهتين إلى باريس مساء الثلاثاء تم تغيير مسارهما بعد إقلاعهما لأسباب أمنية. وذكرت شبكة CNN أن إحدى الطائرتين حطت في سولت لايك سيتي في ولاية يوتا بعد إقلاعها من لوس أنجلوس، في حين حطت الثانية التي أقلعت من واشنطن في كندا. وأوضحت المحطة أن الطائرتين حطتا بدون مشاكل. من ناحيتها ذكرت محطة التلفزيون الكندية CBC على موقعها الإلكتروني أن الركاب غادروا الطائرة ولم يصدر أي تعليق حول أسباب تغيير مسار الطائرة. وتحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن هبوط اضطراري للطائرة التي أقلعت من لوس أنجلوس، وأنه كان هناك قوة من الشرطة تنتظر الطائرة في مدرج يوتا. وقال مصدر في وكالة الطيران الأمريكية لشبكة CNN أن الطائرة حطت في سولت لايك سيتي بسبب حادث أمني. منحت جمعية مراسلون بلا حدود مساء الثلاثاء في ستاربورغ الصحفية السورية زينة أرحيم 30 عاما التي تعمل في مدينة حلب التي تجتاحها الحرب منذ 4 سنوات جائزتها للعام 2015. وأوضح المنظمون أن الصحفية السورية التي تعتبر بلادها من أخطر الدول في العالم بالنسبة للصحفيين اختيرت على أساس سلوكها وعزمها وشجاعتها وقدرتها على التركيز على البعد الإنساني في الحرب. وسلمت الجائزة
الجائزة أو سلمت الجائزة إلى عمها خلال احتفال أقيم على هامش المنتدى العالمي للديمقراطية بحضور الأمين العام للمجلس الأوروبي. ومنذ عامين دربت زينة أرحيم مئات الأشخاص ثلثهم من النساء على الإعلام المرئي والإعلام المكتوب، وساهمت في ظهور صحف ومجلات جديدة في سوريا. كما منحت جمعية مراسلون بلا حدود جائزة صحافي مواطن العام لمجموعة مدونين أثيوبيين يعارضون النظام في أديس أبابا. مستمعين الأعزاء، نهاية الموجز. أشكركم على حسن الاستماع.